ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم محمود ونودي. النهاردة جاي اتكلم معاكم عن العربية شيري تيجو 2018. شيري تيجو 3. التيجو طبعا معروفة بمسمى ان هي اسمها جيب الغلابة. لان العربية سعرها بيتراوح. لو انت بتجيب مثلا شيري تيجو من 2009 ل 2014 هتلاقي سعر العربية من 300,000 ل 400,000. سعر العربية من 2017 ل 2019 بيتكلم مثلا من 400 ل 550,000 حسب حالة العربية، لو العربية كسر زيرو أو العربية مهلوكة. التيجو طبعا السعر ده بسعر دلوقتي، بسعر عربية ماتريكس، بسعر عربية لانسر بومة، يعني سعر أي كلام يعني بالنسبة لأسعار العربيات دلوقتي في السوق. العربية احنا هنتفرج دلوقتي مع بعض على شكل العربية. طبعا العربية دي منتشرة جدا في السوق وفي ناس كتير عارفة شكل العربية. تعالوا مع بعض نشوف شكل العربية واوريكم العربية من بره عاملة ازاي والخامات بتاعة العربية، وهنتكلم على مميزات العربية، وهعرفكم العربية في المشي عاملة ازاي. هعرفكم العربية في المشي عاملة ازاي وهعرفكم برضو العيوب اللي قابلتني في العربية. العربية معايا بقالها كام سنة. بصراحة هي العربية حاجة محترمة جدا، فتابعوا معايا الفيديو عشان اوريكم العربية نظام. زي ما انتم شايفين يا جماعة، ده شكل العربية من بره. العربية الستايل بتاعها بصراحة يعني انا عن نفسي هو بيعجبني جدا، واكيد في ناس كتير بيبقى عاجبها ستايل العربية من بره. زي ما انتم شايفين ده الجنط بتاع العربية، الكاوتش بتاع العربية مقاسه بيبقى عالي طبعا، مقاس 16 225 على 35، والعربية عالية جدا عن الأرض. ارتفاعها كويس جدا يعني. وفي ناس بيبقى بتدور على العربيات العالية، وفي ناس بتبقى بتحب العربيات السيدان. ده ستايل العربية برضو من الظهر. الجنط بيبقى على الباب من ورا. في ناس بيبقى عاجبها الستايل ده اللي هو القريب من الجيب يعني. العربية بصراحة ستايلها جميل جدا ده بالنسبة لي يعني. في ناس مش عارف بقى، هي بتبقى أذواق، في ناس بتحب العربيات العالية وفي ناس بيعجبها العربيات السيدان أكتر. فزي ما قلنا ستايل العربية مع السعر بتاعها يعني مناسب جدا بالنسبة للناس. الكاوتش طبعا بيبقى كبير. ده الجنوط الأصلية بتبقى نازلة مع العربية نازلة بالجنوط دي. العربية برضو عادت منتشرة جدا، قعدت بشوفها في محافظات كتير منتشرة. وصاج العربية برضو يا جماعة يعني مش عشان صيني، برضو صاجها كويس ومحمل. وطبعا دي حسب محافظتك عليها. لو انت حافظت على العربية مش هتمسك برومة، بس انت تتبع ايه الغسيل بتاعها وتحافظ على العربية. بس مشكلة بقى في العربية قابلتني، زي ما انتوا شايفين كده، مشكلة البوهية بتاعة العربية من أول 2017 بتبقى تقفيل مصري، تقفيل شركة غبور. دهان العربيات للأسف يعني أسوأ ما يكون في العربية. زي ما انتوا شايفين كده العربية أنا أصلا محافظ عليها، ما بوقفهاش في الشمس، يعني ما بوقفهاش كتير في الشمس. وكلحت ازاي بوهية العربية للأسف سيئة جدا، سيئة جدا جدا يعني. العربية لسه موديل جديد وكلحت خالص من ورا. وبرضو عيب تاني في العربية، ان الخامات بتاعة العربية البلاستيك بتاعها، الابواب طبعا كلها بلاستيك. وللاسف مش محمل برضه يعني. العربية لو واقفة في الشمس بتسمع بقى تخبيط وترزيع جامد وانت ماشي. وللاسف يعني ممكن ايه لو ما حافظتش عليها زي ما انتم شايفين البوهية من على الابواب بتحل برضو كده. زي ما انتم شايفين بتبقى عاوزة متابعة على طول، وعاوزة تستمر معاها في تحافظ عليها. شفتوا البوهية عاملة ازاي من على سن باب العربية؟ ومن جوه هنا برضو طبعا البوية برضو بتطلع. فرش العربية من جوه الأرض كلها جلد. أرضية العربية معمولة جلد. بس شوفوا زي ما انتم شايفين الخامات برضو للأسف مش أحسن حاجة. اللي هي الأرض كلها جلد، والكراسي فرش العربية كله جلد. هو إلى حد ما يعني فرش الكراسي يعني كويس، بس للأسف بيفرغ من جوه، مش أحسن حاجة برضو. هو برضه كل حاجة بسعرها برضه يعني. انت مش هتقارن دي مثلا بعربية سبورتاج او عربية سن، عربية تدفع فيها مثلا 400,000، ولا يوم ما تجيب حاجة مثلا زيرو هتجيبها مثلا ب500. فبرضه حتى البلاستيك بتاع الجنط من ورا كل شوية برضه بيطق وبتسمع خربطة وانت ماشي. وبرضه الباب من ورا كله بلاستيك. فللأسف كل ده معاك بقى في المطبات وفي المشي بتسمع صوت تزيق جامد،
وصوت خبط جامد في العربية وانت ماشي، بيبقى طالع من ورا من الباب، وبيبقى طالع من الابواب العربية عشان حجمها كبير برضو ووزنها تقيل، بترزع معاك وانت ماشي. وطبعا معروف ان العربيات الهاتشباك بيبقى العفشة بتاعتها ناشفة مش زي العربيات السيدان، فالعربية بتبقى فيها صوت رزع وصوت خبط، ده برضو من عيوب العربية. احنا اتكلمنا كده في العيوب على الدهان، وعلى ترزيع البلاستيك والخامات اللي في العربية. ده طبعا بيبقى جاي مع العربية هنا المفتاح بتاعها والكوريك بتاع الرفع بتاع العربية. الدهان طبعا من عيوب العربية زي ما قلنا، والعفشة، والعربية ناشفة في المشي. بس العربية من حيث السعر ومن حيث الستايل بتاع العربية فهي مناسبة، يعني في ناس طبعا مش معاها فلوس انها تجيب عربيات عالية، فالعربية شوف زي ما انتم شايفين البوهية عاملة ازاي طلعت من العربية. فالعربية دلوقتي هنجربها برضو مع بعض في المشي، واقول لكم برضو هي كويسة في المشي والسحب والكلام ده ولا لا. فالعربية زي ما انتم شايفين ده الستايل طبعا، وده ارتفاع العربية. العربية عالية جدا عن الأرض، وتقدر تركب فيها العربية عائلية جدا، زي ما احنا شفنا شنطة العربية مساحتها واسعة جدا، بتاخد فيها أي حد. انت ممكن تركب حد كمان، انت حد صغير معاك تركبه ورا في الشنطة. وده الطبلون بتاع العربية من جوه. ده الكاسيت انا مركبه. العربية متجيش بكاسيت شاشة، طبعا بتيجي بكاسيت عادي. دلوقتي بشغل الكونتاكت بتاع العربية. زي ما انتم شايفين هو بصراحة ستايل الطبلون بتاعها جميل، والعربية فيها طبعا فتحة سقف هنشوفها مع بعض دلوقتي. العربية كاملة، الإزاز بتاعها كهربا، ومرايات العربية برضو كهربا. ده طبعا اللوك بتاع الإزاز، وده اللوك بتاع الأبواب. فالعربية يعني فيها إمكانيات ما شاء الله جميلة جدا يعني. تعجب ناس كتير، وحسب طبعا الفئة السعرية، فعربية ممتازة في السعر ده. الطارة بتاعت العربية مالتي زي ما انتم شايفين، فيها مثبت سرعة وفيها ايرباج. العربية بتنزل بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات. هو للأسف فتيس برضو مش أحسن حاجة، هو فتيس CVT، بيبقى عاوز برضو متابعة على طول وصيانة، عشان للأسف بيبقى أعطاله كتير شوية. وزي ما احنا شايفين دي فتحة السقف. بنفتحها مع بعض طبعا من الزرار ده، بتفتح اوتوماتيك طبعا تلقائي. فتحة السقف للأسف أعطالها بتبقى غالية شوية، فلازم تحافظ عليها. دلوقتي مع بعض نشوف الإزاز بتاعها بيفتح ازاي. بصراحة يعني برضو دي من مميزات في العربية، ان العربية بالسعر ده وفيها فتحة سقف طبعا. دي حاجة برضو كويسة في الناس بتحب نظام فتحة السقف. فالعربية والله يا جماعة مميزاتها كتير برضو، عيوبها على حسب بقى. في ناس بتستحمل عيوب العربية، وفي ناس عاوزة يعني حاجة عاوزة حاجة عملية شوية. هي العربية من ناحية العملية مفيش فيها أي مشكلة خالص والله، يعني معايا بقالي كام سنة الحمد لله. يعني أنا بصراحة العربية بتعاني معايا والله، بسافر بيها وبروح بيها وبعمل بيها كل حاجة، والحمد لله العربية حملت أسية يعني. فدلوقتي هنطلع بالعربية نجربها في المشي، ونشوف نظام العربية في المشي ايه برضو، عشان ايه تشوفوا سرعة العربية. بصراحة العربية أنا سرعتها عشان حجم العربية كبير، وطبعا بيبقى ضغط الهواء مقابل في وش العربية، وغير كده الفتيس بتاعها CVT برضو يعني بيأثر على السرعة لما ياخد النقلات بتاعته. فتجميع العربية في السرعة يعني بيبقى ضعيف شوية. يعني انت لو عاوز تتسارع مع عربية تانية فمش هيبقى أحسن حاجة. ده كاسيت العربية اللي أنا مركبه. طبعا سماعات العربية فيها سماعات في الطبلون، وفيها سماعتين في الباب اللي جنب السواق والباب التاني، والبابين اللي ورا برضو فيهم سماعتين. زي ما انتوا شايفين ده السماعتين اللي قدام، ويبقى في سماعات في الطبلون من قدام، يبقى في سماعتين قدام. وصوت السماعات اللي نازل مع العربية كويس جدا، يعني انت مش محتاج تروح تركب لها طقم صوت ولا حاجة. الصوت بتاعها كويس جدا شغال، يعني الصوت اللي هو العائلي، يعني مش محتاج تعمل مهرجان وانت ماشي في الشارع. هندور العربية دلوقتي ونطلع مع بعض. العربية بسم الله ما شاء الله صوتها كويس جدا في المكنة، مش صوتها عالي ولا حاجة. والعربية احنا بنطلع طبعا في طريق مفتوح زي ما انتوا شايفين كده. العربية هتجيب مثلا معايا 80 مثلا في 10 ثواني يعني. هي صحيح سرعة بطيئة جدا، بس يعني العربية يعني رغم ان انا مش مركب حد معايا كمان، يعني انا ماشي دلوقتي بالعربية مفيش معايا غير زوجتي وبنتي بس.
فالعربية برضه عشان تجمع سرعة بتبقى مش احسن حاجة برضه. بس العربية في ناس كتير بتقول ان العربية بتستهلك بنزين كتير. هو طبعا عشان حجم العربية تقل، فبس الاستهلاك بالنسبة لي انا شايف ان الاستهلاك معقول زي اي عربية، يعني مش اوفر قوي. العربية بتاخدش مني بنزين كتير ولا حاجة. انا لو رايح مشوار مثلا، رحت مشوار سفر 500 كيلو رايح جاي، العربية خدت مثلا ب400 جنيه بنزين، رغم ان البنزين غالي دلوقتي. العربية ما بتاخدش بنزين كتير ولا حاجة، يعني زي بالتالي متوسط استهلاك أي عربية عادي. زي ما احنا شايفين دلوقتي، أنا ماشي دلوقتي في حتة مكسرة، العربية بتترج رجة جامدة وطبعا بتسمع صوت تزييق من الأبواب وصوت خبط ورزع في البلاستيك بتاع العربية زي ما قلنا، بباب الشنطة والأبواب من ورا. اتمنى يكون الفيديو باذن الله عجبكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه بتاعتنا وتفعلوا زر الجرس. ونودي بتسلم عليكم. صح يا نودي؟ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتابعوا اجدد فيديوهاتنا باذن الله. هنعمل لكم فيديوهات كويسه جدا باذن الله. قناه عائله نودي. مع السلامه. اعملي بقى يا نودي.